السلام عليكم أصدقائي، كيف الحال؟ نتمنىكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة لانفيرميير سناء، وكالعادة مع فيديو جديدة. لا فيديو ديال اليوم خصصتها لي زيد سوانيون، هاد الشعبة اللي بزاف منكم باغيين ديروها وما عارفينش عليها بزاف ديال لي ديتاي. انا خصصت هاد لا فيديو اليوم باش نوضح لكم كل شيء. اولا، بالنسبه للنيفو المطلوب بالنسبه للشعبة ديال ايد سوانيونت هو نيفو 4 ونيفو باك. يعني اذا كانت عندك نيفو 4 راه غادي تدفع للشعبه. ميم واخا ما تكونش ناجح في الكاتريام، ولكن تكون وصلتي للكاتريام وقريتي فيها، قريتيها مثلا دوزتي الموحد وما نجحتيش، ماشي مشكل، راه كتدفع، كيتقبلوا. وايضا اذا كان عندك نيفو باك وبغيتي تدفع لي زيد سوانيو حتى هو كيتقبل. المده ديال التكوين ديال لي زيد سوانيون هو عام. كتدخلوا في شهر 10، كيبداو الامتحانات والروينه. صراحه في الاول كيكون صعيب، كتقلقوا شويه، كتعصبوا شويه، كدوزوا دوك الامتحانات وانتم في قوسين ولكن ماشي مشكل. شهر 2 شهر 3 كيبداو لي ستاج ديالكم، كتبداو تخرجوا لي زوبيطو، كتمشيو ديروا لي ستاج في لي سونطر دو سونتي على حسب المدرسه ديالكم فين كديكم. في الدوره الاولى كدوزوها بحالكم بحال لي زوكسيليير، بحال لي بوليفالونت، قرايه امتحانات، حتى لشهر 2 3 عاد كتخرجوا ديروا لي ستاج. منين كتبغيو تخرجوا ديروا ستاج في ديك شهر 2 ولا شهر 3 راه كيطلبوا لكم واحد الجلبه. هذيك الجلبه ديال ليباتيت بي ضروريه باش ما تعداوش من شي مريض. راكم عارفين هذا الميدان هذا راه كيفاش خصو بزاف ديال الاحتياط وداكشي علاش كيطلبوا لكم هذه الجلبه. يعني ضروري غادي ديروها، كتقدوا ديروها في السبيطار ديال المخزن، ومن بعد كتخرجوا في السطاج ديالكم باش كتمشيو مأمنين نسبيا. اما بالنسبه للفلوس، كلشي كيبغي يعرف شحال غادي تخلص في الشهر في ديك ليكول اللي غادي تقراو فيها. بالنسبه فاش كتمشيو ليكول وكتقولوا لهم انا بغيت نقرا عندكم ايد سوانيونت، مرحبا لاله ولا مرحبا سيدي، شنو هما الواجبات الماليه اللي غادي ندفع لكم. بالنسبه لي زيد سوانيونت، من بعد ما سولت الاصدقاء ديالي قالوا لي كيخلصوا 1000 درهم في الشهر. 1000 درهم في الشهر، والتسبيق كيكون عندكم 2000 درهم على حسب المدرسة. إذا بغاو يديروا معاك تسهيلات، كاين الناس اللي ما كيخلصوش ديك 1000 درهم في مرة واحدة، وكيبقاو يخلصوا مثلا كيقسموها لكم 500 درهم كل شهر. ولكن على حسب المعرفة ديالك مع دوك الناس اللي كاينين في ديك ليكول اللي كيسيروا ديك ليكول، فهمتي؟ ديك 2000 درهم داخل فيها الواجب ديال التسجيل، داخل فيها لاسيغونس ديالك نتا، داخل فيها فلوس ديال ستاج، وايضا الامتحانات اللي كدوزو. كلشي كيجمعوه لك في ديك التسبيق هذاك ديال 2000 درهم. بالنسبه للسن، شحال خاص يكون عندك فلاج باش تقد تدفع وتقرا في لي زيد سوانيون؟ تقدر تكون مثلا عندك غير 15 16 سنه، ما كاينش مشكل، المهم يكون عندك نيفو 4. 15 16 سنه كنعاودها لكم تقدوا تدفعوا لي زيد سوانيون. مهم يكون عندكم اقل حاجه نيفو 4 ولا نيفو باك، اقل حاجه نيفو 4 تكون عندكم. الحدود ديال السن شحال ممكن انكم تدفعوا، واخا راه الناس اللي راهم في الثلاثينات في الربعينات بغاو يديروا هاد الشعبه هادي راه من حقكم ديروها، ما عندكمش، ما كاينش زعما واحد السن محدد وقتاش خصكم تقراو. اللي باغي يقرا هاد المهنه وكتعجبو وباغي يخدم فيها، راه اي سن تقد تكون مثلا شي مرا حتى كبرات وليداتها بغات ديرها ماشي مشكل، راها عام وصف، يعني كتجي سهله ماشي فيها شي سنين طويله. بالنسبه للموضوع ديال واش نقدر نكمل اوكسيليير واش نقدر نكمل بوليفالونت وانا خديت دبلوم ايد سوانيونت، ما كاينش مشكل، تقرا عام ديال ايد سوانيونت، ومن بعدها كدير واحد العامين ديال لوكسيليير، وبعدها 3 سنين ديال بوليفالونت، هي المجموع 6 سنين. ولكن انا كنفضل انك تاخد دبلوم ديال داك العام ديال ايد سوانيونت وتمشي تخدم، وتبقى في نفس الوقت كتقراها. داكشي اللي داروا بزاف ديال الناس، يعني كتقرا كتكون انت ايد سوانيونت خدام ايد سوانيونت، وكتمشي كتقرا لي زوكسيليير كيخدموا، كتخدم وكتقرا في نفس الوقت. كاينين المدارس اللي كيديروا دي كور دو سوار. سولوا حتى في المدرسه فين كتقراو فيها تقراو هاد لي سوانيونت واش لي زوكسيليير كديروا لهم دي كور دو سوار، يعني كتخدموا وفي نفس الوقت كتمشيو كتقراو، كدوزوا امتحانات ديالكم وكتخلصوهم. دابا وصلنا لنقطه انكم خديتوا الدبلوم ديال ايد سوانيونت. منين نخدم شحال غادي نتخلص؟ يعني بالنسبه لي كلينيك من حقكم غادي تعرفوا هاد الاثمنه هادو اللي غادي تخلصوهم. نتوما ملي كتاخذوا الدبلوم ديالكم ايد سوانيونت، خديتوه من اون ايكول بريفي،
غادي تمشيو تخدموا في لي كلينيك. بالنسبه للكلينيك الخلاص كيبدا 1500 درهم. بالنسبه للكابيني مع شي طبيب في شي عياده دابا 1500 درهم غادي تجيكم. يمكن بعض منكم غتجيهم هي هذيك، والبعض منكم غادي يقول لك لا الثمن ماشي مقبول. 3000 درهم ما كاينش هادشي اخوتي، ما كاينش 3000 درهم ايت سوانيون في كلينيك. فوق وقتاش تقدروا توصلوا لهذا الثمن؟ حتى كتكونوا ضربتوا معاهم واحد السنين طويله في الخدمه، يعني سنين طويله جدا باش توصلوها لديك 3000 درهم. المهم باش نكونوا اونيت، 1500 درهم بالنسبه للكلينيك. بالنسبه للكابيني في شي عياده مع شي طبيب ما بين 1500 درهم حتى 2000 درهم. بالنسبه لي برونكار، الناس اللي كيتكلفوا بنقل ديال المرضى في لي زوبيطو، لي سيرفيس، في الراديو لومبيلونس مثلا كيجي شي مريض وكينقلوه من لومبيلونس للسيرفيس، هادو كيتخلصوا ما بين 1000 درهم حتى 1800 درهم. اما بالنسبه واش ايت سوانيونت كيتخلص بحال لوكسيليير في الخدمه، الصراحه في كلينيك كتبداو تقريبا نفس الصالير 1500 درهم بجوج، بحال لي زيت سوانيون بحال لي زوكسيليير. ومع المده شحال ما طولتوا في داك الكلينيك كيف ما قلت لكم وكنتوا كتخدموا مزيان كيبقاو يزيدوكم في الصالير. يعني قد ما قريتوا يكون مزيان، شحال ما قريتوا كتزيدوا تطلعوا وكتزيدوا تطلعوا كيتزاد داك الصالير هذاك. هاد المهنة من غير الجهة المالية اللي هي ضرورية طبعا، أي إنسان كيطمح أنه يخدم باش يكون عنده واحد الدخل اللي هو قار باش يقدر يمشي أمور حياته. هاد المهنة أيضا عندها واحد غتنفعكم في واحد الجانب آخر، الجانب ديالها الإنساني. راكم عارفين الجانب الانساني ديالها راه مهم بزاف، غير داك دعاوي الناس، دعاوي ديال الخير. يعني ضروري غادي تعاونوا داك الناس، غادي يجازيوكم بداك الدعاء الخير. الدعاء المريض راه مستجاب عند الله. وزائد المعامله ديالكم كتكونوا واحد الجانب الانساني كيكون عندكم قوي اكثر واكثر من الناس العاديين. يعني كتكونوا كتعاملوا مع واحد الشخص اللي هو ضعيف ومحتاج ليكم، نتوما كتخدموا معاه وكتعطيو له داك الامان، كتحسبوه من عائله. يعني داك الانسان كيجي خايفان ومريض من ديك لو ميليو اوسبيتالي، نتوما كديروا له داك الامان وداك الحاجز. ما تكونوش قساة على المرضى. يعني باش نبان انا ممرض ولا راه بالعكس، شحال ما كنتي ظريف وشحال ما كنتي ظريفه مع الناس وتعاملتي مزيان كتزيدي كتكون عندك واحد النيفو اللي هو طالع اكثر، لا مع الله ولا مع الناس. كتولي حتى انت انسان مشكور، كتولي بلاصتك مزيانه في الخدمه. حتى الناس اللي كيخدموك لي ريسبونسابل فاش كيشوفوك كتعامل مع الناس بواحد السلاسه وبواحد الظرافه كتولي حتى انت عندهم عزيز. يعني كتكسب عندك الناس باش يجيو عندك، خصوصا في الكلينيك. الكلينيك راه خصك تكون تصايب بلاصتك مزيان مع الناس، ما تكونش قبيح، ما تكونش صارم، ما تكونش متسلط. يعني هاد الصفات هادو اللي ما كاين اللي ماشي مزيانين اصلا كممرض خصك صافي تنهيهم عاد تدخل لهذا المجال. كو سوا الدوله ولا البريفي خصكم تنهيو هاد الشيء ديال الصرامه وديال القسوه على عباد الله. يعني خصكم تكونوا ناس اللي هما كيحسوا بالضعيف وكيحسوا بالمريض. الجانب الاخر اللي هي غتقد تنفعكم في هاد لي ديبلوم ديال ايت سوانيون ولا اوكسيليير، اذا ما بغيتوش تخدموا مثلا في لي كلينيك راه عندكم واحد الحل، هو انكم كتحلوا واحد لوكال ولا واحد المحل كديروا فيه لي سوان اللي هما العلاجات. بحال مثلا كتبدلوا الفاصمه، كتحيدوا الغروز للناس، كداويو الجروح. يعني هذه حاجه عاديه غادي ديروها. وهذا اللوكال كيكون عنده واحد الرخصه، كتاخذوا واحد الرخصه من الدوله. وهذا اللوكال ما كيحتاجش بزاف الفلوس، يعني مبلغ كيكون عادي تقدروا ديروا به لي لوكال. يعني ماتريال عادي كتحتاجوا فيه الماتريال ديال ديك السوكوريزم، داكشي يعني بسيط. ماشي بحال مثلا غتحلوا واحد عياده كبيره ولا. يعني طبعا العياده اللي كيحل الطبيب كتكون مكلفه اكثر. بالنسبه لوكال دو سوا اللي كيحلوه لي زانفيرمي كيكون الثمن ديالو بسيط. سولوا حتى على هذه الطريقه هذه، سولوا على الرخص منين كتجيبوهم وشحال كتقام عليكم داك اللوكال، وكتخدموا يعني حرين. وقتاش ما بغيتو تحلوا كتحلوا، بغيتو وقتاش ما بغيتو تسدوا كتسدوا. هذه فكره زوينه وكتمنى لكم التوفيق. وحتى هنا غادي نكون ساليت لا فيديو ديالي. انتظروا لي فيديو الجايين، غادي نتكلم لكم على لي زوكسيليير وعلى لي بوليفالونت. اذا عجبكم الفيديو واستفدتوا ما تنساوش ديروا لايك، ابونيفو وبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم وصحاباتكم باش حتى هما يستافدوا. وتبارك الله عليكم.